حبايبي ابطال اولى اعدادي، المراجعه نزلت. مستر عايزين ليسون 1 في يونت 3. ايه في ايه بالراحه؟ هينزل ليسون 1 3. صوت شغال عشان ما نعيدش تاني. صوت شغال بس نكمل ولا كأن حصل اي حاجه. فاكر يونت 3 بتتكلم عن ايه؟ انا هقول لك ليسون 1 بسرعه ان شاء الله، ان شاء الله نلحق قبل ان شاء الله يعني نلحق ننزله عشان الامتحان بكره. قول يا رب. لو نزل لك بعد الامتحان ايه بقى اللي كان السبب؟ ماشي؟ وبرده هنراجع منه في الفاينل ريفيجن، يعني ما تجيش تقول لي يا مستر في الفاينل ريفيجن صور لي جديد، لا في الفاينل ريفيجن هنحل يا عسل. اتفقنا؟ ماشي. يونت 3 كانت بتتكلم عن ايه؟ تفتكر معايا كده؟ ايكو سيستم وانفيرمنت، البيئه. اول تعريف انا هراجع لك بسرعه عشان تنجز، وان انت برضه ما فتحتش شوف معايا الايكو سيستم. يعني ايه اصلا ايكو سيستم؟ بسرعه كده. يعني ايه ايكو سيستم؟ اصلا سيستم يعني نظام، سهله. ايكو اصلا جاي من كلمه ايكولوجي. ايكولوجي علم البيئه. فانت ايكو سيستم النظام البيئي. فداك يا اخويا. ايكو سيستم ايه؟ النظام البيئي. ايه تعريف النظام البيئي؟ يعني تخيل النظام البيئي، مش البيئه اوقات بتبقى فيها حاجات حيه وحاجات غير حيه. يعني ايه حاجات حيه؟ كائنات حيه، ليفنج اورجانيزم. حاجات غير حيه ما تقوليش نون ليفنج اورجانيزم. مفيش حاجه اسمها نون ليفنج اورجانيزم. ليفنج اورجانيزم ده حي، مفيش حاجه حي. يبقى نون ليفنج ثينج، اشياء نون ليفنج ثينج. اتفقنا؟ ماشي. اهو بيقول لك ايكو سيستم ليفنج اورجانيزم اند نون living component او non living thing. زي ايه؟ water air soil. water air soil include several levels. لغايه دلوقتي تمام. نكمل بقى بسرعه. بيقول لك الايكو سيستم اهو في منه ليفل. ماشي. اول واحد الايكو سيستم قلت لك كل ده قلته لك living organism ماشي. هنبدا بقى نخش في الليفلز بتاعته. في حاجه اسمها biological community. حاجه اسمها ايه؟ biological community. دي اكنك دخلت مصر. لو مثلا مصر كلها انيمالز، هي دي الحقيقه بس مالناش دعوه. ماشي. لقيت فيه نوع انيمالز واحد ولا انواع انيمالز كتير؟ لقيت فيه انواع انيمالز كتير، بس هي دي البيولوجيكال كوميونتي. يقول لك كوميونتي مجتمع، فما ينفعش يبقى فيه انديفيديوال واحد، لا يبقى فيه كتير. اتفقنا؟ ماشي. اهو بيقول لك زي various population of different species، سلالات مختلفه. ما ينفعش تلاقي سلاله واحده. ماشي. اللي بعده انجز عشان انت بتزهق بسرعه. البيوتيك بيبيولوجي. كلمه بيوتيك جايه من كلمه ايه؟ بيوتيك جايه من كلمه بيولوجي. بايو حاجات حيه، بس ايه؟ بيبيوليشن. بص بقى، بص شايف الفرق؟ متهيألي واخد بالك. واحنا ممكن نكتب ولا ما ينفعش؟ ان شاء الله ينفع عشان ما ازعلش. خلاص الحمد لله نفع. تعالى بص تعالى. هنا ايه؟ راحت فين؟ اهو different species. يبقى biological community. ليه كلمة community؟ زي الكوميونتي اللي انا عامل لك على الواتساب اللي فيه كل الطلبه اللي بتاخدوا معايا، ولو ما دخلتوش انزل بسرعه ادخلوا انجز عشان في ركاب على كده يعني. community ايه ده؟ community different species، سلالات مختلفه. طب biotic population. biotic جاي من كلمة بيولوجي، حاجات برضو حيه، بس ايه؟ ده جروب لنفس الانديفيديوال. ده اسد واسده وعم صلاح وكلهم هنا معانا في سيم سبيشيز. زي الفل. في حاجه صعبه؟ مفيش حاجه صعبه. نكمل. احنا لازم نشيل القلم. احنا في الاستوديو ده بنتعب، حقكم عليا معلش. individual. يعني ايه بقى individual؟ مش ده كان جروب من الاسود؟ ده اسد لوحده. وانا بتكلم فيه، انا بتكلم اولى ابتدائي، تقول اعدادي اكبر. individual سنجل زيك يا بائس. لا نرجع. ده بيتحرك كتير. ماشي. بيقول لك individual ده لو انت سنجل، يعني عشان دلوقتي في اولى اعدادي بس ما شاء الله مفيش حد سنجل عندي. individual single living organism. individual single individual single ماشي. شرحتها بالتفصيل في الحصه فبنجز. اتفقنا؟ زي الفل. يعني ايه دي؟ فاكر؟ مستر جوستاف مش فاكر. افكرك. سلالة. انا العربي بتاع منه لله. مش بيمسح كده؟ بمسح ازاي يا كبير؟ ستيكر. نمسح بن. سلالة. اتفقنا؟ زي الفل. اهي represent basic unit in the classification of living organism.
بيزك يونت يعني ايه؟ ما السلاله بيكون اصلها منين؟ بابا وماما جده وسته كده، ده اصل السلاله. فدي البيزك يونت اهي. represent basic unit in classification of living organism. represent. استاذنك اشرب كوبايه شاي عشان يعلم ربنا جاي بص من الشغل وحالتي. لو عايز تشرب شاي ما تقومش من على اللاب او من على الموبايل اي حاجه. نادي بالصوت للست الوالده الفاضله، لا بعد اذن حضرتك ينفع كوبايه شاي، ما تزعقش عشان ما اجيش اضربك. سهله سهله زي الفل. احنا نقلب، لازم نشيل القلم بعد كده نقلب عشان احنا هنا للاسف ما ينفعش نقسم الشاشه نصين للاسف. للاسف. ينفع بجد؟ ماشي ماشي انا هكمل. ماشي انا هشرب شاي ده عشان ضحكني، معلش حقكوا عليا. اقرا كده اللي موجود. اقرا ركز معايا. نيوتريشنال انت مش عارف تقراها انا عارف. نيوتريشنال ها انتراكشنز تفاعلات. ماشي اتفقنا. بيقول لك ايه بقى؟ patterns of nutritional interaction. ماله يعني individual of biological community. هو ده بيشرح لك اللي هيجي اصلا يعني، دي مش نوتس، ده بص عنوان، فما تحسسنيش ان في طرق the ways living organism obtain ازاي بيجيبوا اكلهم. ماشي. نشرح بقى الكلام ده بيتكلم عن ايه. nutritional interaction. هنبدا باول حاجه البريديشن. مستر يعني ايه بريديشن؟ عارف بابا جاي من كلمه بريديشن. انا اسف مش بغلط في الحاج الولد، اوعى يكون واقف جنبك. انا هجيب بس قلم احمر، هي دي طلعت في دماغي دلوقتي يعلم ربنا يعني. شايف بريديشن اول حرف في البي زي كلمه بابا. سهله. بابا هو في البيت اللي كلمته هو مفترس. مش قصدي افترس دي حاجه وحشه، ما تفهمنيش غلط يا جماعه، تفهمني غلط. مفترس ان هو ايه؟ هو ده البريديشن. بابا الاسود. نمبر 1 nutritional relation between two individuals. One of them benefit اللي هو بيكون a predator while the other is harmed the prey. يعني predation بابا غالبا زي ما قلت لك بيبقى في معظم الوقت ايه؟ مفترس، فيبقى بريديتور. لو انت جيت قلت لي لا يا مستر انا بابا عندي مش مفترس، اقول لك اوعى تقول عليه بري عشان ما يجيش يضربك بجد. ماشي. انا جيت افكرك بالبريديشن، اول ما تشوفها تفتكر بابا. انا بابا بريديشن ولا بري؟ لا انا بابا بريديشن، انا بابا مفترس بجد. يبقى بريديشن في منها بريديتور وبري. البريديتور المفترس والبري الفريسه. بري الفريسه، بريديتور مفترس. It's okay you can understand me? No? Thank you. نكمل. لو ما فهمتش عيد الفيديو عشان مكسل عيد الصراحه بعد اذنك يعني، لو ينفع لو ما ينفعش خلاص. هنقلب ازاي؟ معاناتي مع شاشه دوت ستوديو. ده ماركتنج ده خلي بالك. لا هو على راحتك يعني مفيش مشكله، مش فارقه معايا. انا عايز اشيل ادوس على زرار. انا كده اقلب بس خلاص بيقلب. بريديشن في منها بري، في منها بريديتورز. طب ما انا كل ده شرحته، بص بيعمل لك ريكاب. اقرا بعد اذنك اقرا. انا قلت لك البريديشن في منه بريديتور في منه براي. قلت لك مين البراي؟ ده اللي بيتاكل، ده اللي بيتضر. يعني ايه بيتضر؟ يعني هارمد او لوزز، بيفقد حياته. ما هيتاكل اكيد هيموت يعني، سبحان الله. ويقولوا الساينس صعب. انا ماشي. البريديتور individual that benefit from the predation. benefits يعني ايه؟ لو مش عارفها خش على جوجل ترانسليشن واعرفها وقول لي، عشان انت لو ما عرفتهاش الصراحه كده يعني. benefits مش شرط كانجلش اترجم لك ترجمه حرفيه، عشان للاسف مع طلبه مستر بنفيت ازاي هنا بنفيتس موجود ازاي؟ ما يا حبيبي هنا بنفيتس جاي بمعنى ان هو كسب او بيستفاد عادي. انت الانجليش في منك بريتش وامريكان في منك، ده لو انت شاطر في الانجليش يعني. لو benefits from the predation relationship. علاقة البريديشن دي علاقة بين البريديتور وبين البري. مين اللي بيكسب؟ benefit
benefit predator لكن harms أو loses الprey. It's okay. It's okay. أشرب شاي تاني؟ أنا مش عارف مستعجل بس ورانا حصص تاني. الكومبيتيشن، عارف الكومبيتيشن جاي من كلمة إيه؟ جاي من كلمة منافسة. منافسة؟ يا مستر منافسة. تعالى كده اقرا معايا. بيقول لك nutritional relationship between two individuals مالهم؟ one of same species for a food resources. يعني واحد منهم ده لازم نفس السلالة بس واحد منهم مسابقة واحد منهم هيكسب اهي بيدور على الأكل عشان الأكل ده موجود بكمية محددة اهو limited quantity. بس خلي بالك ده مش أكل بجد، يعني مش بياكلوا لحمة، لا ده بيجيبوا حد ويتسابقوا عليه مين اللي هياكله. فهو بيقول لك تاني relationship between two individuals، علاقة ما بين اتنين individual نفس السلالة one of same species أسد وأسد مثلا for a food resource بيدوروا على مصادر الأكل that exists in limited quantity which negatively affect their growth or survival. ده تأثير سلبي على نموهم. اتفقنا؟ ماشي. زي example اهو competition between two lions اهو على الزبرة. ما هي الصورة بيحكي لك الصورة. ماشي. commensalism ايه بس؟ commensalism يعني ايه commensalism؟ فكر معايا كده. انت لو نسيها يبقى انت ما ركزتش معايا في الحصص. كنت كاتبها لك في الملزمه بخط العريض كده، فاكر؟ مش فاكر؟ فاكر؟ برضو اتنين ميح انجليزي قاعدين معايا. تعال اقرا معايا الديفينيشن. على اللايت ونبوظ الاستوديو. اوعى. It's a nutritional relationship. هي برضو علاقه. ايه؟ benefit an individual known as commensal while the other individual known as the host benefit nor is harmed. مش فاهم صح؟ تعال. شايف الرسمه دي؟ هنكبرها ان شاء الله، نعرف نكبرها. قول يا رب. طب مش عايز تكبر. بص انا كنت بعمل حركه لذيذه موت، ناخدها سكرين شوت ونكبرها في صفحه لوحدها. دي لو ريدي تاخد بلاك سكرين وايت سكرين هايد الميك اب وايت سكرين. ده فتحت. ماشي نرجع ولا كان حصل حاجه. نرجع الحمد لله رجعنا. سكرين شوت ما تحضر انا مستر جوستاف. ماشي ولا كان حصل اي حاجه برضه. مش عايزين نكبرها، هي كبيره قصادك مع انها ما كبرت. احنا هنهزر. لا ارجع. بص هي كده. اوعى. انا مدافع ومكلف في الباوربوينت، يعني شايف الديزاين ده لوحده يا رب يتمر فيك. ده ايه؟ برافو على عصفوره. يا نهار ازرق. تيجي نعمل دايره على العصفوره. العصفوره دي بتاكل ايه؟ انا اسف. عارف الحاجات السوس اللي في اسنانك؟ هي في اسنان التمساح اللي انقرض من 50 سنه بياكلها. وده كده بيستفاد؟ ده كده بيستفاد. يعني كده العصفوره دي بتستفاد. طب مش ده ياكل العصفوره اهو في بقه حضرتك، في بقه صح؟ مستر يعني مين اللي مستفاد دلوقتي، ده ولا ده؟ هو ده. انا بستفاد وانت بتستفاد، انا بكسب وانت بتكسب. انا بتضر ان انت تاكل حاجات موجوده في بقي، انا اعمل الحاجات دي حلوه ان هو ياكلها، لكن العصفوره بتضر ان هي الله يرحمه والبقاء لله والعزاء بكره الساعه 6 مصر الجديده. ينفع نقرا التعريف تاني؟ نقرا التعريف تاني. Nutritional relationship that benefit an individual known as commensal while the other individual known as the host neither benefit nor is harmed. اتفقنا. اروح اشرب بق ميه واجيلك. ما تقومش من على الكرسي. طولت عليك؟ اكيد ما طولتش، ما هيتعمل مونتاج ويتلزق في بعض يعني. مستر انا معلش اعذرني، انا مش فاكر يعني ايه كومنساليزم. يعني ايه كومنساليزم؟ قلت لك كومنساليزم حط فوق السين، مش دي سين اللي هي الاس، يعني حط فيها 3 نقط تبقى كومنشاليزم. يعني مثلا يعني فتيجي سين 3 نقط شين تعايش. ايوه
كومنساليزم يعني تعايش، كومنساليزم يعني تعايش، كومنساليزم يعني تعايش، كومنساليزم يعني تعايش. التعايش يعني ايه؟ بفيدك وتفيدني، بس انا عندي هنا هوست، قلنا ايه؟ الهوست ده هو الضيف، وعندي هنا ايه؟ كروكودايل، ده البنفيت، ده المستفيد، ده البنفيت، ده نور از هارمد. يعني هو بيقول لك هو بيتضر، بس هنا مش بيتضر برضه، اللي هو بينضف سنان، هو مش بيتضر. اهو بلوفر بيرد، بلوفر بيرد ده عصفور مصري فيدنج اون ليفت اوفر، اللي هي الحاجات الباقيه في اسنان الكروكودايل، تيس في اسنان الكروكودايل. تمام؟ شرح حلو؟ اكيد طبعا شرح حلو، لسه مصريين يعني. ليتس جو بليز، ليتس جو. انا عايز اقلب، انا عايز اقلب. تيجي نقلب من السهم. مستر جوستاف فوق ولا تحت اللي بعده؟ فوق. ده بيرجع لورا. مستر انا غلطان، انا غلطان. ميوتياليزم، مش قلنا كومنساليزم يعني التعايش؟ امال ايه بقى ميوتياليزم؟ التكامل. التكامل يعني بنكمل بعض من الاخر. اتفقنا؟ اتفقنا. سيبك اكتبها لك، سيبك اكتبها لك. عندك في الملزمه ممكن يبقوا معكوسين عادي، نفس ده كونسيبت، ده كونسيبت. اتفقنا؟ اتفقنا. التكامل يعني التكامل. بص كده، انسكت جايبه بولينج جرين، بولينج جرين حطها على الفلاور، وبتاخد برضو بتتغذى على الفلاور. انا بديك وانت تديني اكل واكل. اتس اوكي، اتس اوكي. بيقول لك اتس nutritional relationship between two individual. يقول لك التعريف كبير رغم ان دي اتكررت في كل التعريفات. ايه؟ both benefit from each other without causing harm to either. يعني الاثنين بيستفادوا بس محدش بيتضر. الاثنين بيستفادوا بس ايه؟ محدش بيتضر. طب انا استفدت ايه ان محدش اتضر؟ خلي بالك دي ميتاليزم تريكس بقى ان شاء الله، يعني اول مره تسمع عندي. الاكزامبل اللي فات الكروكودايل والبيردز برضو المفروض علميا يبقى ميتياليزم، لكن في كتاب المدرسه يا مستر حلها كومنساليزم، عشان احنا ماشيين للاسف على كتاب الوزاره فوق راسنا جميل جدا بتاع وزاره رئيس الفتاح حبيب قلبنا. اقول ايه؟ مش هينفع نكمل. ميتياليزم التكامل. اتفقنا؟ نكمل بقى، نكمل. عشان كده ايه بيقولوا لنا بره امن الدوله في الشارع اللي ورانا، فمش عايزين نغلط. nutritional relationship between two individuals both benefit from each other without. ما احنا قلناها يا عم، فهمتها ولا لا؟ بولينج جرين جاي من الانسكت، والفلاور بتديله عسل نحل. ايه الصعب في كده؟ وده جايب لك ايه؟ بولينج جرين ده يا مستر هو اللقاح اللي بيجي يرميها. بيرميها فين؟ بيرميها على اندريسيوم بتاع الفلاور. هتاخده قدام، مش عايز ادخلك في تفاصيل. ايه الاندرويسيوم ده؟ الريبرودكشن سيستم. المينز ده الذكر بتاع الورده، بيرميها، يرميها ياخد اندرويسيوم يرميها على ايه؟ يرميها على اتفقنا؟ يرميها على جينيسيوم. هكمل. انا تعبت من القلم بامانه، بامانه تعبت. احنا عايزين بعد كده نجيب سمارت بورد اعمل لها كده قلم. ما قلبتش عشان قالوا لي الحركه دي لذيذه عليك يا مستر. صدقني. طب اهو اصبر كده، ده انا جايب استيكه اهو. بص كده، بص كده، بص معايا، بص معايا. شفت؟ حلو ولا لا؟ صدقني حلو. سمارت سمع كلامي في ثانيه. بيقول لك nutritional relationship between. طب ما احنا شرحناه، بس هو بيديك اكزامبل ايه بقى؟ اكزامبل عليه، وانا قايل لك يعني انا شرحت الاكزامبل قبل ما تظهر عشان انت تلخص دي، عشان تقراهم لوحدك. البلانت transferring pollen grain on the bee's body from one flower to another. البي chucking nectar from flower. سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة صح؟ ماشي. شرحتها لك اصلا قبل ما كده يعني. تاني عشان عجبتني، عشان بجد الشاشه دي غريبه يعني فين اولها وفين اخرها مش عارف صدقني. بص قلبي، شفت؟ يلا نكمل. بيقول لك اورجانيزم كلاسيفيكيشن. هنبدا بقى نخش في الدرس. انا بتعب بامانه. اهدي بجد، اهدي. 1 2 3 اه
ولا سحر ولا شعوذه. living organism are classified into 3 groups. ايه هم يا مستر؟ تعالى بس نلغي السحر اللي احنا عملناه عشان انا يعني مش عايز عشان ما تقلبش. كده خلاص صح؟ او كده احسن عشان ايه ايدي هتوجعني كل ما كده. ايه دول بقى؟ producers consumer decomposers. منتج، مستهلك، بيتحلل. سهل مش صعب، ما تحورش. producers consumers decomposers. ايه ده؟ ما انا وقفت، انا نسيت، معلش. تعالى بقى ناخد واحده واحده. البروديوسرز، المنتج. خلي بالك الناس كلها تدور على الشاشه دي دلوقتي، تقول لك فين الشاشه اللي بتعمل كده، نقلب عليها. producers organism that can produce food on their own. تيجي نشرحها لك ونقفل ده، يعني تيجي نجيب انا كده حرقت الشغل خلاص، وبقيت اكل الباوربوينت. سكرين، وايت سكرين ولا بلاك سكرين؟ تحب الابيض ولا الاسود؟ تحب الاسود؟ ماشي، نختار الابيض عشان بحبه. نجيب انا احمر. وانت صغير زمان بتاخد رسمه مع ميس ناديه، ترسم لك الساينس فوق كده، الساينس ترسم لك الصن فوق كده، صح؟ ماشي. تيجي تقول لك تعالى اعمل لي سويل، اعمل لي سويل هنا تربه، وبتلونها لك باللون البراون، بس انا دلوقتي مكسل اقلب الصراحه الالوان بين القلم، فاعملها احمر، نعتبر ان ده تربه. يقول لك ارسم زرعه، تعمل كده، قول لي رسم حلو ولا لا؟ صدقني قول لي رسم حلو ولا لا؟ حلو صح؟ مستر جوستاف رسم حلو؟ رسم حلو؟ كان يا سلام. مايس نادية؟ للأسف لا، ما لحقتهاش. يلا، هو كده مش وردة، كده تقلب قلب، بس تعالى نشرح عشان ما نطولش الفيديو. ايه القرف اللي انا عملته ده؟ نكمل. الصن دي بترمي عليك ايه؟ بترمي عليك سان لايت، ضوء الشمس يعني. ماشي مستر انجز، فين البروديوسرز فين الكونسيومرز فين الديكومبوزرز؟ اول حاجه انا البلانت ده بروديوسرز. ليه بروديوسرز؟ هو ده مش بينتج اكله بنفسه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق فوتوسين بروسيس، خدتها السنه اللي فاتت، مالناش دعوه بيها دلوقتي. انت ناسيها، هات كتاب معاصر اللي انت شايله تحت السرير بتاع السنه اللي فاتت وراجع، عشان مفيش وقت اشرحه. ده كده بروديوسر، ده كده هو بينتج اكله بنفسه. مين الكونسيومر؟ تفكر كده، يجي ارنوب صغنطوط يجي يستهلكها، او تيجي ورده، تيجي انسكت تيجي تاكلها عادي، لما يموت هيتحلل طق، وده الديكمبوزرز. نديك اكزامبل تاني، بس تعالى نديك على الباوربوينت بقى، ماشي؟ انا كنت فين؟ اهو يا معلم. organisms that can produce phone on their own such as plant algae. مستر ايه algae دي؟ انا عرفت بلانت تمام، وهي البلانت ما هي رسمه جميله، امال انا رسمت ليه؟ ما هي يا ابني بي plant producers، بي plant producers، بي plant producers، بي جايين نغني، احنا جايين نغني بي plant producers algae. تحالف algae هي الكائنات الايه؟ احفظها، بلاش الدخول في تفاصيل عشان انت هتصدع وانا مصدع لوحدي، فاحفظها. خلي بالك في هنا نوتس مهمه، بيقول لك ان البروديوس ده اوتوتروفيك. يعني ايه اوتوتروفيك؟ اوتوتروفيك يعني بيغذي نفسه، يعني اهو اوتوتروفيك. عارف في الغساله الاوتوماتيك اللي بنقول عليها اوتو، هو هنا بقى دي برضو بنقول عليها اوتو. اتفقنا؟ ماشي، ليتس جو. احنا يا ريت يعني يا ريت نجيب ورقه وقلم ونكتب ورانا حته حته، اكتب حته عشان للاسف لما نزلت ريفيجن يونت 1 وجابت الحمد لله على الفيسبوك 45,000 مشاهده، وعلى اليوتيوب 2000 مشاهده في اسبوع وحاجات كده يعني. لو ما شفتهاش الحق شوفها عشان امتحان بكره. لما نزلتها ايه اللي حصل؟ نزلنا راجعنا وحلينا، جمعنا تريكس وحلينا كل الاسئله في سنتر الراعي رود الفرج. للاسف شفت بلاوي. ليه؟ من بدايه الحصه مش معروف اعمل امتحان، سالت قلت مش هعمل امتحان في ورقه بقى عشان احنا لسه داخلين على بدايه المراجعات. سالت نسيوا اللي انا شرحته في المراجعه. ليه؟ عشان يتفرجوا عليها زيك كده قاعدين تنحين السبوره. بص، واخد انت اللاب، انت مستر اشرح وانا سامع. لا، شغل ودنك، شغل بقك،
شغل ايديك، شغل مناخيرك، مناخير زي مصر. تنفس وطلع، خد اكسجين وطلع كربون دايوكسيد وانت قاعد كده، عشان ايه؟ تكون قاعد هادي واعصابك هاديه ورايق وفايق وعسول زيك كده. اتفقنا؟ ماشي. ده الاورجانيزم اللي قلنا عليه البروديوسرز. على الشاشه. ايه يا مستر؟ طيب فين بجد 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 بتعب، بجد بتعب. طب يلا. لا اصبر اصبر، كونسيومرز جه. بص الحركه دي، طق طق. بقول لك ايه، انت لما تجيلي السنتر هسالك سؤال، هقول لك وش الاسد اللي انا شرحته في الكونسيومرز كان فيه كام شعره في شنبه، عشان اعرف مين اللي اتفرج بتركيز ومين لا. تعالى ندوم مع بعض، مش هناخد وقت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي 10. اتفقنا؟ ماشي. تيجي لي انت الحصه بقى تقول لي يا مستر لما اسالك سؤال كان فيه 10 شنبات في شعبه واديك على قفاك عشان عديت يمين بس. 10 بلس 10 20 كده شعر في 20 عشان نشوف مين مركز ومين بيستعبط ومين بيتدلع ومين ما شافش الحصه اصلا. اتس اوكي يو كان. ماشي. الليل وسما ديكمبوزرز. عارف ده زي ايه؟ ده زي الانسكت اللي بتموت وتنزل في السويل فبتتحلل فبتغذي التربه، تديها باور. مش باور يعني، بيديها شويه مينرالز مش عليك تفاصيلهم خالص، وبتنزل food from the breaking down of the organic substance found in dead body. ايه الحاجات اللي بتموت into simpler substance such as bacteria and fungi. like or not like؟ لو not like back again watch and complete. عايز نرجع له. type of consumers، انواع المستهلك. فيها اسمها herbivores. ايه ده؟ بيقول لك eat only plant، بياكل نبات بس. عارف كلمة herbs أصلا؟ herbs اللي بتيجي البلانت الصغير ده جاي منها eat only plants. أهو have incisors، عنده أنياب for cutting البلانت، بتقطع البلانت. زي مين؟ example horse and rabbit. ينفع تجيب للرابت 5 كيلو لحمة ياكلهم؟ لو قلت لي الصراحة تبقى أنت مش بتفهم في الحيوانات، وده حقك صراحة يعني. بس عايزين نحفظ ده ونفهم ده ونركز في ده، عشان انت بكره لو نقصت درجه في امتحان بتاع المدرسه، بالذات دفعه مدرسه سان ارساني، على قلبي بص، دفعه جميله جميله. نكمل. سان ارساني وسان مارك عشان ما يزعلوش مننا. امي ما تقراهاش كده، بس انا كنت واخدها كده. ازاي بقى؟ omnivorous eat plant and animal. الست الوالده، انا بقول امي عليا انا، اكيد مش هينفع اقول كده يعني، فاهم؟ فامي فست والدتك. omnivorous انا بشيل ان بقول امي ليه؟ انا مامتي الصراحه بتاكل plants وانيمال، اي حاجه في البيت عادي. bears and raven example house. احنا رجعنا ولا قدمنا لقدام؟ شايف دي بقى للاسف بنتلخبط فيها. احنا كده عرفنا الهيربيفورس، هيربيفورس ده اللي هو زي الهورس والرابت. كده عرفنا الامنيفورس اللي هو بياكل بلانت وانيمالز، لكن الهيربيفورس ده كان بياكل ايه؟ بلانت بس. طب السكافنجرز، ايه السكافنجرز ده يا مستر؟ يعني ايه سكافنجرز اصلا؟ ده بقى البواقي. feed on the remains of dead organism، بواقي الكائنات. اهي زي ايه؟ زي حيوان اسمه هيناس او هاينس، او اسامي الحيوانات مالهاش قواعد عشان ما يجيش حد يقول لي انت في الانجليش اتلخبطت في الاسم. ماشي. اسم بصمجه عشان لو قلت لك انت مش هطيق عيشتك. تعال نعمل ريكاب بقى بسرعه للاربعه مع بعض اهو.
herbivores eat only plant. herby اذا جاي من كلمه herbs plant. horse ورابتت horse. لكن carnivorous خلي بالك نسيت اقوله لك اديته بسرعه. carnivorous اهو eat only meat. carnivorous الحيوان اللي ليها قرون من الاخر، مش يقول لك بص قرن جاي منها الحيوان ليها قرون. بياكلوا ايه؟ بياكلوا لحمه. eat only meat. eat only meat ايه حلوه. eat only meat ايه eat only meat. eat only meat بياكلوا فقط لحمه. بياكلوا لحمه فقط عشان انجلش فعل مفعول وحاجات كده. ولو مش شاطر انجلش ايه في الفيديو خش نام. carnivorous ماشي eat only meat. carnivorous eat only meat. eat only meat. eat only meat ده ايه؟ القرن. carnivorous have sharp عنده بص انياب حاده for tearing prey. example يا مستر lion and snake. ده اللي عدت في الباوربوينت بسرعه ما قلتهاش. مش هقعد بقى نعيد الفيديو ونعمل مونتاج عشان الحق انزله لك بسرعه جدا. اتفقنا؟ ماشي. ممكن اشرب ميه بس المره دي مش هوقف عشان زهقت. خليك زي ما انت. طب اقرا كده، اقرا وراجع معايا وانا بشرب اهو. سبحان الله اللي انا شفت اللي انا رسمته لك بنجز عليك. شايف؟ بس طبعا كان رسمي وحش فمش هينفع ايه. روح انت كمان اشرب ميه بلع عشان انت تعبت من كتر الكتابه ده. لو انت بتكتب يعني اصلا لو انت بتكتب صن بتديني انرجي بتنزل على البلانت بروديوسرز. دي برضو بتنقل الانرجي ترانسفير. ده قصدي كلام اولى ابتدائي. انا ليا اخت صغيره في ثانيه ابتدائي تاخد حاجه اسمها كونكت ولا حاجه مش فاكر اسمها ايه. تاخد ساينس يعني في حاجات من هنا. فانت لو حاسس ان ده صعب ركز وهات ورقه وقلم واكتب ورايا عشان تحس انه سهل. لكن انت هتفضل بتتفرج وانت قاعد لي باشا حاطط لي رجل على رجل واللاب شغال او نايم لي على السرير وكده هاجي اديك على قفاك. ايوه الاهالي هم اللي بيقولوا لي اضرب يا مستر بس انا عشان بحبك مش هضربك. فود تشين فود ويب مستر بنتلخبط بينهم. فود تشين وفود هو انا كده ظاهر في الكاميرا صح؟ يا مستر جوستاف شوف يا اسطى ظاهر في الكاميرا عادي. بعد ايه بقى؟ ظاهر؟ وشي جاي طيب؟ بس خلاص زي الفل. فود تشين وفود ويب. ايه فود ويب؟ ويب يعني ايه؟ ويب يعني شبكه. فود تشين سلسله. مستر مش فاهم. فوقك من اللي مكتوب افهمك. عارف مثلا انت لما بتدي حاجه لاخوك واخوك يديها لبابا سلسله ما بيننا صح؟ ماشي. لما نيجي احنا الثلاثه يتدخل عمي وخاله ياخد من اخويا ويدي لبابا والطنط وترجع تاني وتروح لبابا. دي شبكه ما بين العيله. هو ده الفرق. فود تشين باس اوف انرجي. ايه؟ باس اوف انرجي مرور الطاقه. بتنقل ايه؟ ترانسفير ان ذا فورم اوف فود. بتتنقل على شكل الاكل. when it's transferred from one organism to another. يعني دول بينقلوا الانرجي بينقلوا الطاقه. انت كل حيوان عنده طاقه. لما باكلك باخد منك انرجي مش بريسنت 100% بس باخد منك جزء. طب الفود ويب الشبكه بقى the interaction and overlapping of multiply food chain together. شفت؟ عمه وطنطه وخاله وسته وجده اتدخلوا عشان الموضوع ايه يقعد يلف ويخرج. لكن فود تشين بدأ ازاي؟ بدأ الاول خالص من primary producers او من البروديوسرز اللي هو ايه؟ اللي هو الجراس. البروديوسر راح فين؟ راح للبرايمري كونسيومر اللي هو المستهلك الاول. بعد كده راح للمستهلك الثاني سكندري كونسيومر. بعد كده راح للمستهلك الثالث تيرشري كونسيومر. بعد كده راح ايه؟ للفاينل. يعني ممكن يا مستر في نفس التشين يبقى في كونسيومر 1 كونسيومر 2 كونسيومر 3 بس بدل ما نقول 1 و 2 و 3 برايمري سكندري تيرشري. اتفقنا؟ ماشي. بعد كده يرجع للديكومبوزرز اللي هو يتحلل. يعني ده كالده البرايمري كونسيومر كالبروديوسرز والسكندري كونسيومر كالبرايمري كونسيومر والتيرشري كونسيومر كالسكندري كونسيومر والفاينل كونسيومر كالتيرشري كونسيومر والديكومبوزرز والفاينل كونسيومر كالديكومبوزرز. يعني ده كال ده. بص ده كال ده. هي الانرجي بتتنقل كده ليه يا مستر؟ السهم بيتنقل كده وده كال ده عشان ده لما بياكل ده بياخد انرجي. فالسهم ده سهم الانرجي عشان الحته بتلخبط ناس كتير. هقولها تاني. ده كال ده وده كال ده وده كال ده وده كال ده. هل دي الكمبيوتر تاكل ده؟
لا ده خلاص بيخرج منه فنجاي، بيخرج منه عفن لما يموت. اتفقنا؟ ماشي ماشي. فده ديكمبوزرز، ان ده مات خرج منه ايه؟ ديكمبوزرز، اتحلل. اتفقنا؟ اتفقنا. هنا بقى بص يا معلم، كده خلصنا الفود تشين خالص. فهمتها؟ فهمتها. الفود ويب قلنا دي سلسله، دي سلاسل، دي شبكه، سلسله مع سلسله مع سلسله مع سلسله. اهو ده بياكل ده وبياكل ده، يعني ينفع واحد يبقى ليه كذا واحد. بص ده خرج منه لونين، بص ده لون واحد، ليه؟ ده بياكل وحد بياكله، ويجي لحد كله ده بياكل وحد بياكله، ويجي لحد كله ده بياكل وحد بياكله. سهله ولا صعبه؟ سهله. لو مش فاهمها اشرحها لك في سنتر الراعي بالتفصيل في شبرا مصر. بروديوسر كونسيومر ديكمبوزرز، منتج مستهلك محلل. اتفقنا؟ اتفقنا. ننجز عشان الوقت عليك ما يبقاش سريع. اهو بيقول لك اكزامبل فيرست تروفيك ليفل above the first level فوق البروديوسر كونسيومر، كده الديكمبوزرز هيكون ايه؟ هاير ليفل. اتفقنا؟ ماشي. دي مهمه النوت دي. النوت دي فين؟ تعالي يا ستي تعالي يا نوت يا نوت. مدام نوت اهي، مدام نوت حلوه تصدق. It's rare for the existence of single food chain. ايه ده؟ ايه single food chain ecosystem؟ ليه؟ Because a single organism can feed on more than one source. يعني ايه؟ بيقول لك نادرا لما يكون في single food chain. حاجه واحده بس. give reason مهمه جدا. Because a single organism can feed on more than one source. عشان انا لوحدي لو ارنب اقدر اكل من اكتر من مصدر، مش مصدر واحد بس. بيقول لك نادرا لما يبقى في single food chain. Food chains are classified into صحراوي، مائي، أرضي. terrestrial، aquatic، desert. اتفقنا؟ ماشي. بص كده اهو، نبدأ بقى نخش في آخر جزء في الدرس. جزء سهل جدا والناس مستصعباه مش عارف ليه. اللي مستر هرم الطاقة انرجي بيراميد، مين بيتنقل لمين؟ مين برايمري من السكندري فوق ولا تحت، يمين ولا شمال؟ اهو بيقول لك pyramid represents the flow of energy and its amount between the different trophic level in any food chain. energy pyramid. الانرجي بيراميد، هرم الطاقة. بيعمل ايه هرم الطاقة؟ بص انا هبدأه من تحت لفوق. يعني ايه؟ احنا عايزين نبني هرم. اصبر نرجع. لو عايزين نبني هرم، هل هنيجي من فوق نبني ولا من تحت نبني؟ هنبني من تحت. ماشي يا مستر. نبني من تحت. هنحط من تحت ايه؟ تحت الاساس، الاصل. ايه الاساس؟ ده اصل الاكل، ده البروديوسرز، ده البلانتس. بيبدا ايه؟ يطلع انرجي. خلي بالك كل ما بنطلع فوق في انرجي بتفقد، لوست انرجي. في شويه امطار خدت منه انرجي، هو مع الهواء في لوست وتفقد. بس في حيوان هيجي ياكله. بص نبدا ينقل الطاقه لما يجي الرابط بتاعي ياكله. ده كان معاه 1000 كيلو جول، ده معاه 100 كيلو جول. فكده اللي بيتنقل 10%، اللي بيتنقل 10%. اللي بيتنقل كام؟ من هنا لهنا بيتنقل. اتفقنا؟ ماشي اهو رابط. بص اللي بعديه، مش فين القلم اهو. بص 100 كيلو جول، 10 كيلو جول، 1110، 1110، 1110، 1110. اتفقنا؟ ماشي اهو. نقل 10%، 10%. ده كل ده، ده كل ده، ده خد طاقة. خد طاقة كام؟ 10% من ده، ده خد طاقة 10% من ده. ترانسميت انرجي. ده خد طاقة 10% من ده، ده الهرم. producers، primary consumer، secondary consumer، tertiary consumer. اتفقنا؟ اهو بص ده كده معاه. لما خدنا 10% بقى 10، خدنا 10 بقى 1، ما خدنا 10 بقى 0.1 اهو. ماشي ماشي. دي لوست انرجي. اتفقنا؟ ماشي. كله يعني دي في طلع لوست انرجي، كان ده اللي اتنقل. اتفقنا؟ ماشي. هو بيقول لك البروديوسرز كام؟ البرايمري كونسيومر، للسكندري، للتيرشري. انا شرحته لك، بيشرح اللي انا قلته اهي. عايزين نعمل سمري لذيذ لكل ده. بيقول لك الانرجي ترانسفيرد فروم انرجي ترانسفيرد فروم وان ليفل تو انذر از ايكوال تو 10%. ما انا قلت لك ذا انرجي. فكده هو
خد 10% فلوست بقى قد ايه؟ 90% لما يتنقل from any level to next level. اتفقنا؟ ماشي. نكمل. بيقول لك what happen if، ماذا يحدث لو the increase in the number of primary consumer organisms، لو المستهلك الأول عدده زاد، ايه اللي هيحصل؟ فكر معايا. يا مستر ده كده هيحصل خلل، في حاجة هتقل تاني حاجة هتزيد، حاجة هتقل فعلا. increase number of producing organism، منتجين هيقلوا ليه؟ عشان المستهلك قل فالمنتج برضو هيقل. and increase the number of secondary consumer take place، هياخد مكانه secondary consumer، هيروح ياكل بداله. ماشي. شايف decrease in the number of secondary، what happened؟ هي decrease the number of primary organism and increase the number of tertiary organism. اللي تحتيه بيقل واللي فوقيه بيزيد، تحتيه بيقل فوقيه بيزيد، تحتيه بيقل فوقيه بيزيد. اتفقنا؟ ماشي. the shortage of food source، قلة مصدر الأكل. أكل. لو مصدر الأكل قل إيه اللي هيحصل؟ فكر قبل ما تبص على الإجابة، ما هي قصادك. ها؟ بس صح؟ بعد ما شفتها leads to increase competition between organisms، هتزود المنافسة على الأكل ما بين، فاكر؟ شرحتها لك بالتفصيل، أسدين بياكلوا زبرة. ماشي. النوت دي لطيفة، بيقول لك the use of dotted petals اللي هي lady bug the feeding on aphids insect which are agriculture pests that harms بتضر vegetable and fruit. مش بتيجي في الأسئلة قوي بس عشان لو حب يرخم عليك. مش فاهمها؟ أقولها تاني ولا كفاية؟ نقولها تاني. لما تستخدم اللاندي باج في تغذية الإيفيد انسكت، الحشرات البدائية، امتى؟ لما زي الاجريكلتشر، الزراعة، بيست، مبيدات البيست اجريكلتشر ذات هارم بتضر. هارمز بيضر ايه؟ بيضر الفيجيتابل والفروت، فاكهة والخضروات. كده احنا رجعنا يعتبر نص يونت 3 عشان اول درس هو اكبر درس، فكده دي ريفيجن يونت 3 بارت 1، وبرده هتلحق معاك في باقي امتحان شهر ابريل. انا بادئ فاينل ريفيجن بدري عشان كده، عشان احنا الحمد لله يعتبر خلصنا المنهج بدري. اتفقنا؟ هنحل كتير جدا، كتبنا حوالي 600 سؤال على المنهج كله ومعاهم فايل الانسر، وكمان في ملزمه 18 ورقه وش وظهر المنهج كله. دي برضو هتساعدك جدا انك تذاكر، هتساعدك جدا انك تجمع النوتس بتاعتك. لو عايزها كلمني على الواتساب، رقمي هقوله مش هلحق اكتبه، 012 2 08 55 181. مش شرط ارد عليك في نفس، اكتبه. ما اهو انا ايه، خلي الاي كيو عالي بعد اذنك، كتر التعب مش قادر اصلا. 0 12، مش عارف ليه بيقولوا 0 انجلش والباقي عربي، هم مصريين كده. ماشي، مع السلامه.